أهلا بيكم سنة 6 ابتدائي، ومعانا النهاردة أول درس عندنا في الدراسات الاجتماعية الترم الأول بعنوان موقع وطننا العربي. موقع وطننا العربي، هو إيه وطننا العربي ده؟ مش الوطن بتاعنا وبلدنا اسمها مصر؟ أقول لك أيوة. طب إيه بقى وطننا العربي اللي أنت عاوزني أعرف موقعه ده كمان؟ أقول لك مصر بلدنا دي وطننا اللي أنا وأنت بنعيش فيه. جنب مصر بقى بلدنا شوية دول بيتكلموا عربي زينا بالظبط. بنقول بقى على شوية الدول اللي بيتكلموا عربي دول ومعاهم مصر بلدنا كمان اسم الدول العربية. الدول العربية أيوة، علشان الدول دي كلهم بيتكلموا عربي. طب هم كام دولة كلهم على بعض كده؟ أقول لك 22 دولة. يبقى عدد الدول العربية يعني الدول اللي بتتكلم عربي ومعاهم مصر بلدنا كلهم على بعض كام دولة؟ 22 دولة. طب ال 22 دولة دول شبه بعض بس في اللغة، يعني بيتكلموا عربي وده بس الحاجة الوحيدة المشتركة بينهم؟ أقول لك لأ، ده مشتركين في 3 حاجات. مشتركين في التاريخ لما تيجي تشوف تاريخ كل بلد من ال 22 دول تلاقي البلد دي مشتركة مع البلاد ال 22 في حاجات كتير. مشتركين في اللغة، طبعا احنا لسه قايلين كل ال 22 دولة دول بيتكلموا اللغة العربية. وكمان مشتركين في الثقافة ايوه، يعني العادات والتقاليد والصح والغلط، اللبس، يعني حياتهم شبه بعضها، فبنقول عليها الثقافة بتاعتهم شبه بعضها. يبقى انا عندي ال 22 دولة بيشتركوا في ايه؟ في التاريخ واللغة والثقافة. بيشتركوا في كام حاجة؟ 3. في التاريخ واللغة والثقافة. ال 22 دولة دول بلدنا مصر منهم، علشان كده بنقول على ال 22 دولة بتوع الدول العربية دول وطننا العربي، لانهم شبه بعض في حاجات كتير جدا وبيشتركوا في التاريخ واللغة والثقافة. طب احنا عايزين نعرف بقى ال 22 دولة اللي هم الدول العربية دول موجودين فين بالظبط، يعني عاوزين نعرف موقعهم. واحنا طبعا في الدراسات لما بنكون عايزين نجيب موقع ونعرف مكان بنقول عليه الموقع الجغرافي. انا بقى عاوزك تقول لي الموقع الجغرافي للدول العربية. الدول العربية دي فين يعني؟ اقول لك لو جبت لك خريطة العالم في الحتة دي هتلاقي ال 22 دولة اللي هم الدول العربية، اللي منهم طبعا بلدنا مصر. طب الحتة اللي احنا علمنا عليها دي فين بالظبط على الخريطة؟ اقول لك في النص ايوه. مش دي اسيا ودي افريقيا ودي اوروبا؟ اهم ال 22 دولة دول بيقعوا فين؟ اقول له في الوسط، يعني في وسط اسيا وافريقيا واوروبا. ولو انت فاكر ال3 قارات اللي انا قلتهم لك دول كنا بنقول عليهم قبل كده قارات العالم القديم. يبقى لما حد يسألني ويقول لي موقع الدول العربية فين، اقول له بيقع وسط قارات العالم القديم، يعني في نص قارات العالم القديم بين اسيا وافريقيا واوروبا. طب ال 22 دولة اللي هم الدول العربية دول موجودين في انهي قارة بالظبط؟ اقول لك شوية دول موجودة هنا كده في افريقيا، وشوية دول موجودة في الحتة دي، والحتة دي تبع اسيا. يبقى كده الدول العربية موجودة في قارة ايه وقارة ايه؟ آسيا وإفريقيا. في شوية دول في آسيا وفي شوية دول في إفريقيا. يبقى كده الوطن العربي يقع وسط قارات العالم القديم في قارتي آسيا وإفريقيا. في قارتي إيه؟ آسيا وإفريقيا. طب أنا عايز بقى أشوف ال 22 دولة دول بشكل أكبر وأوضح علشان أعرف الحاجات اللي حوالين ال 22 دولة، يعني أعرف موجود إيه في شمالهم وإيه في جنوبهم وإيه في شرقهم وإيه في غربهم. أقول لك لو جينا قطعنا الحتة اللي احنا علمنا عليها دي وكبرناها هيبقى شكلها كده بالظبط. هي دي خريطة الوطن العربي. طب انت عايز تعرف ايه عن الدول العربية دي؟ اقول لك انا عايز اعرف الموقع الجغرافي بتاعهم، يعني فوق في الشمال موجود ايه، وفي الجنوب تحت موجود ايه، وفي الشرق يعني على ايد اليمين ايه، وفي الغرب يعني على ايد الشمال ايه. اقول لك لو جينا نبص في الشمال هنلاقي البحر ده اسمه البحر المتوسط، بس قال لك لا، وهنا كده جبال اسمها جبال طوروس. جبال ايه؟ طوروس. يبقى كده في شمال الوطن العربي عندي كم حاجة؟ حاجتين، البحر المتوسط وجبال طوروس.
احفظ الجبال دي قوي. طب تحت قال لك عندك 3 حاجات، عندك ده المحيط الهندي، وعندك الحتة دي بحر اول مرة هناخده اسمه البحر العربي. تحس ان هو كده جزء من المية بتاعت المحيط الهندي عادي كده. المهم الحتة دي اسمها ايه؟ البحر العربي. طيب الحتة بقى اللي تحت الدول اللي في افريقيا ديت اسمها ايه؟ قال لك دي اسمها الصحراء الكبرى. يبقى ال 22 دولة لما اجي اشوف جنوبهم يعني تحت هلاقي ايه؟ هلاقي 3 حاجات، المحيط الهندي والبحر العربي والصحراء الكبرى. اما في الشمال عندي حاجتين، البحر المتوسط وجبال اسمها جبال طروس. طب تعال نشوف شرقهم يعني على ايد اليمين ايه. اقول لك عندك برضو 3 حاجات، عندك الحتة دي اسمها الخليج العربي، وده اسمه خليج عمان. اما دي جبال اسمها جبال زاجروس. جبال ايه؟ زاجروس. تاني كده في الشرق كم حاجة؟ 3، الخليج العربي وخليج عمان وجبال زاجروس. الخليج العربي وخليج عمان وجبال زاجروس. طب في الغرب عندك ايه؟ يعني على ايدك الشمال اقول لك حاجة واحدة، المحيط الاطلنطي. تاني كده احنا الوقت بنجيب الموقع الجغرافي يعني الحاجات اللي حوالين ال 22 دولة، بنشوف ايه فوق يعني في الشمال، وبنشوف ايه تحت يعني في الجنوب، وبنشوف ايه اللي موجود على ايد اليمين يعني في الشرق، وبنشوف ايه اللي موجود على ايدك الشمال يعني في الغرب. لقينا ان احنا عندنا حاجتين في الشمال، البحر المتوسط وجبال طروس. يبقى في شمال الوطن العربي او شمال الدول العربية يقع ايه؟ اقول له البحر المتوسط وجبال طروس. طب في الجنوب يعني تحت اقول له عندي 3 حاجات، المحيط الهندي والبحر العربي والصحراء الكبرى. طب في الشرق على ايدك اليمين اقول له برضو عندي 3 حاجات، عندي الخليج العربي وخليج اسمه خليج عمان وجبال جديدة اسمها جبال زاجروس. طب في الغرب مفيش احسن من الغرب. ليه؟ لانه حاجة واحدة وهو المحيط الاطلنطي. طيب احنا كده عرفنا ايه؟ احنا كده عرفنا موقع الوطن العربي، عرفنا ان الوطن العربي يقع وسط قارات العالم القديم اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا، موجود في قارتين، فيه شوية دول من الوطن العربي موجودة في افريقيا وشوية دول موجودين في اسيا. ولما جينا نشوف الموقع ونشوف شمال وجنوب وشرق وغرب لقينا في الشمال البحر المتوسط وجبال طروس، واكتب الكلام ده ورايا. وفي الجنوب عندي 3 حاجات، المحيط الهندي والبحر العربي والصحراء الكبرى. في الشرق عندي 3 حاجات، الخليج العربي وخليج عمان وجبال زاجروس. في الغرب عندي المحيط الاطلنطي. طب الجزء بتاع الموقع الجغرافي ده بيجي لي ازاي؟ اقول لك ممكن يجيب لك سؤال ويقول لك اكمل، يقع الوطن العربي وسط قارات العالم نقط، اقول له وسط قارات العالم القديم. ممكن يجيب لي سؤال تاني اكمل ويقول لي تمتد اراضي الوطن العربي في قارتي، موجودين في قارتين ايه؟ يعني ال 22 دولة موجودين في قارة واحدة ولا في قارتين؟ طبعا في قارتين. ايه هم القارتين؟ اقول له في اسيا وفي افريقيا. طب ممكن يجيب لي سؤال اختار الاجابة الصحيحة ويقول لي يحد الوطن العربي غربا يعني على ايدك الشمال المحيط ايه؟ اقول له مفيش اسهل من ده، المحيط الاطلنطي. في الغرب عندي حاجة واحدة اللي هو المحيط الاطلنطي. طب لو جالي سؤال اختر وقال لي يقع البحر المتوسط بالنسبة للوطن العربي جهة ايه؟ البحر المتوسط موجود فوق يعني في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب؟ اقول له على طول في الشمال، هو وايه؟ هو وجبال طروس. طيب انا بقى عاوزك تحفظ لي الشمال والجنوب والشرق والغرب في الوطن العربي موجود ايه وتكتبهم ورايا. طيب بعد ما عرفنا موقع الوطن العربي وموجود فين بالظبط وايه هي الحاجات اللي حواليه، كلمني بقى كده شوية عن الدول العربية اللي عددهم 22 دولة دول. طب انت عاوز تعرف عنهم ايه تاني؟ اقول لك مساحتهم. الدول دي على بعضها كده لو قسناها هيطلع مساحتهم كام كيلو متر مربع؟ بيقول لك بقى لو جيت تقيس مساحتهم هيطلعوا 13 مليون كيلو متر مربع. 13 مليون كيلو متر مربع، ايوه. يبقى الدول العربية اللي عددهم 22 دولة بيتكلموا عربي دول مساحتهم 13 مليون كيلو متر مربع. طب احنا اتفقنا ان ال 22 دولة دول موجودين شوية في قارة ايه وشوية في قارة ايه؟ شوية في قارة اسيا وشوية في قارة افريقيا. طب كم دولة بقى في اسيا وكم دولة في افريقيا؟ اقول لك عندنا 12 دولة عربية في اسيا و10 دول عربية في افريقيا. بس استنى هنا، انت لو جيت تبص على الخريطة هتلاقي الجزء اللي في افريقيا اكبر بكتير من الجزء اللي في اسيا.
اقول لك فعلا الجزء بتاع افريقيا ده 72% من الوطن العربي، ومع ذلك فيها 10 دول. اما الجزء اللي في اسيا يدوب مساحته تقريبا 28% من المساحة الكلية، وفيه 12 دولة. ازاي الكلام ده؟ قال لك ال10 دول اللي في افريقيا مساحة الدول فيها كبيرة، اما بقى الدول اللي موجودة في قارة اسيا الدول هناك معظمها صغير، لدرجة انك لما تيجي تشوف اكبر دول الوطن العربي هتلاقيها في الناحية بتاعت افريقيا اللي هي دولة اسمها الجزائر. اما بقى لما تيجي تشوف اصغر دولة في دول الوطن العربي هتلاقيها في الناحية بتاعت اسيا اللي هي دولة البحرين. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا 12 دولة عربية في اسيا و10 دول في افريقيا. لما نيجي نقسم المساحة اللي هم 13 مليون كيلومتر مربع هنلاقي ان 72% من الوطن العربي موجودين في الناحية بتاعت افريقيا، و28 بس موجودين في قارة اسيا. علشان كده هتلاقي اكبر دولة في الوطن العربي اللي هي الجزائر موجودة في ناحية افريقيا، واصغر دولة في الوطن العربي موجودة في ناحية اسيا. طيب بيقول لك بقى لما تيجي تبص على الدول دي كلها جنب بعضها ولا جزء في اسيا وجزء في افريقيا؟ احنا لسه قايلين 12 دولة في اسيا و10 دول في افريقيا. في هنا كده البحر الاحمر قاسم دول عن دول. حلو، يبقى دي ناحية ودي ناحية. فقال لك وانت بتتكلم عن الدول اللي في اسيا بنقول عليها دول الجناح الاسيوي، ولما تيجي تتكلم عن الدول اللي في افريقيا بنقول عليها دول الجناح الافريقي. طب هو مطلوب مني اعرف عن الدول دي ايه؟ اقول لك مطلوب منك تعرف اماكن الدول. نعم، هو انا هحفظ الخريطة دي كلها؟ ايوه، هتحفظها بعينك. يعني ايه بعينك؟ يعني دي مصر، تبقى عارف لو جالي في الخريطة وقال لي دي دولة ايه اقول له مصر بلدنا. اللي جنبها دي ايه؟ ليبيا. طب دي ايه؟ الجزائر. الحتة الصغيرة دي ايه؟ تونس. هنا المغرب، دي موريتانيا. طب اللي تحت مصر دي السودان. الحتة الصغيرة دي جيبوتي، ديت الصومال. استنى هنا، ايه لو احنا عدينا شوية الدول اللي انت قلتهم دول هيطلعوا 9 مش 10؟ اقول لك صح. طب صح ازاي وانت قايل ان هم 10؟ اقول لك ما فيه دولة اسمها جزر القمر او جزر القمر موجودة تحت كده في المحيط تبع قارة افريقيا، ما بتبانش قوي، بتبقى تحت. المهم انا عندي 10 دول عايزك تحفظ اماكنهم بعينك، مرة في مرة هتلاقي نفسك حفظتهم. نفس الكلام في الناحية التانية بتاعت اسيا، يعني دول الجناح الاسيوي برضو خلي بالك من الاماكن. اكتر حاجة هتلفت نظرك مين؟ اكبر دولة هنا السعودية، كبيرة قوي، بس هي مش اكبر دولة في الوطن العربي، لا هي اكبر دولة في الجناح الاسيوي في ناحية اسيا. اما اكبر دولة في الدول العربية طبعا الجزائر. طيب دي اليمن، دي عمان، عندك دي الامارات، عندك دي قطر، دي البحرين اللي هي اصغر دولة، دي الكويت، دي العراق، تطلع هنا كده سوريا، اما دي الاردن، الحتة الصغيرة دي لبنان، واللي جنبنا على طول جنب سيناء دي فلسطين. ديت الدول اللي موجودة في الجناح الاسيوي. طب هو انا لازم اجيب ورقة وقلم واحفظ اسماء الدول دي؟ اقول لك انا عايزك تحفظهم بعينك وتعرف اماكنهم، مرة في مرة تقدر تأجب عليهم لما يجولك في الامتحان، لانك لما تبص على الخريطة اكتر من مرة هتعرف مكان الدولة دي ايه، وده مطلوب مننا في الامتحان. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ان احنا عندنا 22 دولة. ال 22 دولة اللي هم الدول العربية دول مساحتهم 13 مليون كيلومتر مربع. ماشي، عند 12 دولة موجودة في اسيا و10 دول في افريقيا. اكبر دولة في دول الوطن العربي اللي هي الجزائر موجودة في الناحية بتاعت افريقيا، يعني في الجناح الافريقي. اصغر دولة موجودة في الناحية بتاعت اسيا، يعني في الجناح الاسيوي، اللي هي دولة ايه؟ البحرين. طب الدول اللي قدامك دي عايزك تعرف اماكنهم بعينك، مرة في مرة هتلاقي نفسك حفظت اماكن دول الوطن العربي. طب هو ممكن يسألني على الجزء ده؟ اقول لك ايوه طبعا، ممكن يقول لك اختر الاجابة الصحيحة. اكبر الدول العربية من حيث المساحة هي دولة، على طول من غير ما تفكر، الجزائر. اما لو سألك وقال لك اصغر الدول العربية من حيث المساحة هي دولة، على طول من غير ما افكر، البحرين. طب توجد النسبة الاكبر من مساحة الوطن العربي في قارة ايه؟ يعني الناحية الكبيرة في المساحة مش في عدد الدول. اقول له في قارة افريقيا، لان الدول في افريقيا اللي هم 10 بس مساحتهم كبيرة، فواخدين لوحدهم 72% من الوطن العربي. اما ال 12 دولة اللي عددهم اكتر ولكن مساحتهم اصغر دول موجودين في اسيا، يدوب 28% من الوطن العربي. طيب كده يبقى احنا اتكلمنا عن موقع الوطن العربي وعرفنا الحاجات اللي حواليه، يعني في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، وعرفنا كمان مساحته واكبر الدول واصغر الدول.
طب السؤال هنا بقى، هو احنا ليه بنتكلم عن موقع الوطن العربي ده اصلا؟ قالك علشان الموقع والمكان اللي موجود فيه الوطن العربي ده مهم جدا جدا جدا. طب ما تقول لي كده اهمية موقع الوطن العربي مهم ازاي؟ اقولك عندنا 3 اهميات له: الاهمية الاقتصادية، وعندنا له أهمية الدينية، وعندنا الأهمية الحضارية والثقافية. يبقى تاني، أهمية موقع الوطن العربي كم أهمية؟ 3: الأهمية الاقتصادية، والأهمية الدينية، والأهمية الحضارية والثقافية. طب أنا عايز أعرف هو إزاي مهم اقتصاديا، وإزاي مهم دينيا، وإزاي مهم حضاريا. أقول لك يلا نتكلم الأول عن الأهمية الاقتصادية للوطن العربي. هو ليه الوطن العربي مهم اقتصاديا؟ اقتصاديا يعني إيه أصلا؟ اقتصاديا يعني بيتحكم في التجارة والبيع والشراء وحركة السفن. ليه؟ قال لك لأن الوطن العربي اللي هم ال 22 دولة دول موجودين على أهم بحار تجارية. أنت عندك البحر الأحمر، وعندك البحر المتوسط، وكمان عندك خليج اسمه الخليج العربي. ليه هو الخليج العربي ده مهم؟ اقول لك ايوه طبعا، معظم السفن اللي بتطلع محمله بترول بتطلع منه، يعني مهم جدا جدا جدا. يبقى انا عندي الاهميه الاقتصاديه اول حاجه، لان الوطن العربي ده يقع على بحار. اي بحر؟ اقول له لا، ذات اهميه تجاريه. زي ايه؟ زي البحر الاحمر والمتوسط والخليج العربي. يبقى الوطن العربي يقع على بحار ذات اهميه تجاريه، وتبقى عارف ان هو البحر الاحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. طب هي دي بس الاهميه الاقتصاديه بتاعته؟ اقول له لا، وبيتحكم في اهم الممرات البحريه والطرق التجاريه. يعني ايه؟ اقول لك لو جينا بصينا كده على الخريطه هتلاقي في حتت ضيقه، الحته دي ضيقه، الحته دي السفينه وهي معديه وهي بتمر منها طالعه مثلا من الخليج العربي علشان تخش مثلا خليج اللي اسمه خليج عمان ده، الحته دي ضيقه فبنقول عليها مضيق، يعني ممر السفن بتعدي فيه. وكمان عندك الحته الضيقه دي لو السفينه جايه محمله من الحته دي، يعني من الخليج اسمه خليج عدن، لازم تعدي في الحته الضيقه دي علشان تعدي وتروح البحر الاحمر. الحته الضيقه دي برضو مضيق، يعني حته ضيقه. وكمان برضو عندك الحته الضيقه دي اللي السفينه برضو بتعدي منها لو جايه من المحيط الاطلنطي داخله البحر المتوسط، او في سفينه جايه من البحر المتوسط رايحه المحيط الاطلنطي، لازم تعدي في الحته الضيقه دي، برضو ده مضيق. طب انت كده عندك كم حته ضيقه بتقول عليهم مضيق؟ 3. ده مضيق وده مضيق وده مضيق. طب انا عايز اعرف اسمائهم. اقول لك الحته دي اسمها مضيق هرمز. مضيق ايه؟ هرمز. وده هو اسمه مضيق باب المندب. باب ايه؟ باب المندب. والحته الضيقه دي يعني المضيق ده اسمه مضيق جبل طارق. طب ما عنديش حاجه تانية ممرات بيعدي فيها السفن؟ اقول لك عندنا قناه السويس اللي في مصر، اللي بتربط للبحر الاحمر بالبحر المتوسط، والسفن بتعدي من البحر ده للبحر ده من خلال قناه السويس. يبقى احنا عندنا 3 مضايق وقناه السويس، دي بنقول عليهم ممرات بحريه، يعني اماكن بيمر فيها السفن. الحتت دي ضيقه فعندي 3 اماكن فيهم بقول عليهم مضيق. فعندنا مضيق اسمه مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق. وعندنا في مصر قناة السويس. الوطن بقى العربي بيتحكم في الممرات دي. طب بس كده؟ قال لك لا، الطرق التجارية، يعني اي سفن معدية رايحة للشرق رايحة للغرب بتعدي علينا، مش احنا في النص؟ فاحنا كده بنتحكم في اهم ايه واهم ايه؟ في اهم الممرات البحرية والطرق التجارية. طب لو قال لك الممرات البحرية كم ممر؟ اقول له 4: 3 مضايق وقناة سويس. يبقى الممرات البحرية اللي احنا بنتحكم فيها 3 مضايق وقناة سويس. طب ما تقول لي اسماء المضايق ومكانهم؟ اقول له عندي ده مضيق هرمز، ده مضيق باب المندب، ده مضيق جبل طارق. طب هو مطلوب مني اعرف اماكنهم؟ اقول لك خلي بالك بس من اماكنهم، ودي طبعا قناة السويس عندنا في مصر. يبقى لما اجي اتكلم عن الاهمية الاقتصادية اقول له الوطن العربي يقع على بحار ذات اهمية تجارية زي البحر الاحمر والمتوسط والخليج العربي، وبيتحكم في اهم حاجتين، في اهم الممرات البحرية والطرق التجارية. علشان لما يجي لي سؤال في الامتحان ويقول لي بما تفسر أهمية الوطن العربي الاقتصادية، ليه الوطن العربي مهم اقتصاديا؟ أقول له لأنه يقع على بحار ذات أهمية تجارية زي إيه؟ زي البحر الأحمر والمتوسط والخليج العربي، وبيتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية. طبعا الممرات البحرية كم ممر؟ 4: 3 مضايق وقناة سويس. دي بالنسبة للأهمية الاقتصادية. السؤال ده اكتبه ورايا في الكراسة بتاعتك ولازم تحفظه كويس جدا جدا جدا. طب بالنسبة بقى للأهمية الدينية، الدين، ليه الوطن العربي ال 22 دولة دول مهمين في الدين؟ في ايه؟
اقول لك، مش احنا بنعبد ربنا وفي ديانات، في ناس اسمهم المسلمين وفي ناس اسمهم المسيحيين وفي اليهود؟ ايوه، دي اسمها الديانات السماوية، يعني الديانات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها على الانبياء ايام زمان علشان يعرفوا الناس ازاي يعبدوا ربنا. فاحنا عندنا 3 ديانات سماوية نزلوا على الانبياء. نزلوا فين؟ قال لك نزلوا في الوطن العربي. نزلوا في الوطن العربي؟ ايوه. يبقى الاهمية الدينية للوطن العربي اقول له موطن الديانات السماوية، مكان الديانات السماوية. الديانات اللي نزلت من السماء نزلت على الانبياء اللي كانوا عايشين في الوطن العربي، اللي هي الاسلامية والمسيحية واليهودية. طب ايه كمان؟ قال لك الاماكن المقدسة هتلاقيها موجودة في الوطن العربي. اماكن مقدسة؟ ايوه، زي الكعبة اللي في مكة المكرمة يعني في السعودية. عندك كنيسة القيامة، وده مكان مهم جدا للمسيحيين، موجودة في فلسطين. عندك الازهر الشريف، وده من اشهر الاماكن الدينية عندنا في مصر. يبقى كده الوطن العربي مهم دينيا ولا مش مهم؟ مهم طبعا. اول حاجة لانه موطن الديانات السماوية وبيضم الاماكن المقدسة زي الكعبة في مكة المكرمة وكنيسة القيامة في فلسطين والازهر الشريف في مصر. يبقى لما يجي لي السؤال ويقول لي بما تفسر اهمية الوطن العربي الدينية، اقول له لانه موطن الديانات السماوية الاسلامية والمسيحية واليهودية، ويضم الاماكن المقدسة. واقول له على الاماكن المقدسة وموجودة فين بالظبط. الكعبة في مكة المكرمة، وعندي كنيسة القيامة موجودة في فلسطين، وعند الازهر الشريف عندنا في مصر. طيب كده احنا عرفنا الاهمية الدينية وكمان الاهمية الاقتصادية. انا بقى عايز اعرف بقى الاهمية الحضارية والثقافية. يعني ايه اهمية حضارية اصلا؟ اقول لك، لو رجعنا بالزمن لورا جدا، لما الناس كانوا عايشين ايام زمان كانوا بيبنوا بيوت وعاملين حاجات كتيرة جدا. الحاجات اللي عملوها ايام زمان ولسه موجود منها حاجات لحد النهاردة، دي بنقول عليها الحضارة، لان الناس دول عملوا مباني وعرفوا زراعة وحاجات كتيرة جدا علمونا لحد النهاردة حاجات كانوا عاملينها ايام زمان. الوطن العربي طلع مهم حضاريا وثقافيا. ليه؟ قال لك اهم واقدم الحضارات، يعني الناس اللي كانت عايشه ايام زمان كانت موجوده في الوطن العربي. قال لك عندك مثلا الحضاره المصريه القديمه، اجدادنا المصريين القدماء اللي بنوا الاهرامات وعملوا معابد وعرفوا زراعه وكل الحاجات ديت كانوا عايشين في دوله من دول الوطن العربي اللي هي مصر. عندك كمان حضاره بلاد العراق القديم. العراق دي دوله عربيه، ايام زمان كان عندهم حضاره اسمها حضاره بلاد العراق القديم. الناس دول برضو عاملين حضاره كبيره جدا، العالم كله اتعلم منهم حاجات موجودة لحد النهاردة. كمان عندنا حضارة اسمها حضارة بلاد الشام. بلاد الشام؟ ايوه. عارف انت الحته بتاعت سوريا وفلسطين ولبنان والاردن، المنطقه دي اسمها كده بلاد الشام. ام برضو في المنطقه دي حضاره اسمها حضاره بلاد الشام. يبقى اقدم الحضارات اللي قامت في العالم كله قامت فين؟ قامت في الوطن العربي ايام زمان. يبقى كده الوطن العربي مهم حضاريا وثقافيا ولا لا؟ مهم طبعا. يبقى لما يجي لك سؤال ويقول لك بما تفسر اهميه الوطن العربي الحضاريه والثقافيه، ليه الوطن العربي مهم حضاريا وثقافيا؟ اقول له لانه قامت على أرضه أقدم الحضارات في العالم. لأنه إيه؟ قامت يعني فعل ماضي، على أرضه أقدم الحضارات في العالم. حصلت أقدم الحضارات في المنطقة بتاعت الوطن العربي اللي هي الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم وحضارة بلاد الشام. طيب كده احنا اتكلمنا عن أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية والدينية والحضارية والثقافية. في الاقتصادية عرفنا ان ليه الوطن العربي مهم اقتصاديا، لأنه يقع على بحار ذات أهمية تجارية وبيتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية. في الأهمية الدينية لأنه موطن الديانات السماوية ال3 وبيضم الأماكن المقدسة، ولازم أعرف الأماكن المقدسة موجودة فين. الكعبة في مكة المكرمة يعني في السعودية، كنيسة القيامة في فلسطين، الأزهر الشريف عندنا في مصر. وكمان بالنسبة للأهمية الحضارية والثقافية أقول له لأنه قامت على أرضه، بتكلم هنا بصيغة الماضي، أقدم الحضارات في العالم. ما تقول لي أقدم الحضارات اللي قامت في العالم إيه؟ الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم وحضارة بلاد الشام. كده احنا اتكلمنا عن أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية والدينية والحضارية. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. بس استنى، قال لك انا عايزك تعرف شوية معلومات علشان مفيش حاجة تقف قدامك. زي ايه؟ قال لك التراث الثقافي المشترك بينهم، ايه السبب فيه؟ يعني ليه الثقافة وشكل ال 22 دولة شبه بعض في كل حاجة؟ قال لك بسبب اللغة العربية والدين الإسلامي، علشان بيتكلموا كلهم اللغة العربية، ومعظم الدول دي كلها أصلا دول مسلمين فيهم عدد بسيط جدا من المسيحيين، وبالتالي اللغة والدين خلوا التراث الثقافي يعني شكلهم ثقافيا
جغرافيا واحد. طيب قال لك كمان الدول دي عندها قيم اجتماعية. القيم الاجتماعية زي ايه؟ زي الروابط الأسرية. الأسرة مترابطة، مش زي الدول التانية. في دول لما الابن بيكبر بيسيب أبوه وأمه ويروح يعيش في مكان تاني بعيد عنهم وما يسألش عنهم. لا، القيم الاجتماعية في الدول العربية فيه روابط أسرية وفي عادات وتقاليد متشابهة، يعني حاجات متشابهة في ال 22 دولة، عادات وإيه وتقاليد. كمان الدول دي بتحسن ظروفها عن طريق حاجتين، عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة. وديت أضف إلى معلوماتك. يعني إيه أضف إلى معلوماتك؟ يعني دي معلومات موجودة في التدريبات على الدرس لازم تبقى عارفها علشان لما يجي لي فيها سؤال. يبقى احنا كده عرفنا في أضف إلى معلوماتك إن التراث الثقافي مشترك بسبب اللغة العربية والدين الإسلامي. عرفنا إن احنا عندنا قيم اجتماعية، يعني حاجات بتميز المجتمع في الدول العربية، اللي هو الروابط الأسرية وكمان العادات والتقاليد اللي شبه بعضها يعني المتشابهة. وكمان عندنا إن الدول دي بتحسن ظروفها بالاهتمام بحاجتين، بالتعليم والصحة. طب احنا كده خلصنا درسنا؟ ايوه. طب ما تقول لي كده ملخص الدرس عشان اعرف اذاكره. اقول لك يلا بينا. اول حاجه نتكلم عنها في موقع وطننا العربي، الموقع الجغرافي. هنقول يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم. في قاره ايه وقاره ايه؟ في اسيا وافريقيا. حلو جدا. طب عدد الدول العربيه كم دوله؟ 22 دوله. بيشتركوا في ايه؟ اقول له في التاريخ واللغه والثقافه. بيشتركوا في ايه؟ في التاريخ واللغه والثقافه. بعد كده لازم تحفظ لي شمال الوطن العربي عند البحر المتوسط وجبال طروس. في جنوب الوطن العربي عندي 3 حاجات، المحيط الهندي والبحر العربي والصحراء الكبرى، دول حفظ. طب في شرق الوطن العربي يعني على ايدك اليمين اقول له عندي 3، الخليج العربي وخليج عمان وجبال زاجرس. احلى حاجة في غرب الوطن العربي هو حتة محيط اسمه المحيط الاطلنطي. الموقع ده بينحفظ علشان بيجي كتير قوي في صح وغلط واختياري. بعد كده اقول له ال 22 دولة دول مساحتهم 13 مليون كيلومتر مربع. عندي 12 دولة منهم موجودين في آسيا و10 دول موجودين في إفريقيا. قلنا أكبر دولة في دول الوطن العربي موجودة في ناحية إفريقيا اللي هي الجزائر، وعرفنا إن أصغر دولة في دول الوطن العربي موجودة في ناحية آسيا اللي هي البحرين. بعد كده قلت لك أنا عايزك تحفظ لي أكتر أماكن الدول عشان لما يجي يسألك عليها. طيب بعد كده بنروح نشوف أهمية موقع الوطن العربي. لقينا عندي كم أهمية؟ 3. كل أهمية من دول لازم تحفظ سؤال فيها. في الاقتصادية تحفظ بما تفسر أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية. تاني سؤال تبقى حافظه بما تفسر أهمية الوطن العربي الدينية. تالت سؤال تبقى حافظه بما تفسر أهمية موقع الوطن العربي الحضارية والثقافية. أول سؤال، ليه الوطن العربي مهم اقتصاديا؟ لأنه يقع على بحار ذات أهمية تجارية ويتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية. طب بما تفسر أهمية الوطن العربي الدينية؟ أقول له لأنه موطن الديانات السماوية ال3 وبيضم الأماكن المقدسة زي الكعبة وزي كنيسة القيامة وزي الأزهر الشريف. طيب الأهمية الحضارية والثقافية؟ أقول له لأنه قامت على أرضه أقدم الحضارات في العالم زي الحضارة المصرية القديمة اللي هي الفرعونية، وحضارة بلاد العراق القديم، وحضارة بلاد الشام. وبكده نكون خلصنا أول درس عندنا في الدراسات الاجتماعية. ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة على الدرس ده. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.